بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف حديثنا بالنصوص الخاصة بالأجهزة الطبية، واللي بنستعرض فيها كل جهاز طبي من حيث طريقة استخدامه ووظيفته وكل ما يتعلق به وكافة الجوانب الخاصة بهذا الجهاز. نتكلم عن موضوع ترمومتر قياس درجة الحرارة، وعشان نحيط علمكم بكافة الجوانب الخاصة بهذا الموضوع هتكلم عن الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال 4 عناصر. العنصر الأول نتكلم عن تعريف ترمومتر قياس درجة الحرارة ووظيفته. نتكلم عن العنصر الثاني طبيعة أو طريقة عمل ترمومتر قياس درجة الحرارة. العنصر الثالث أنواع ترمومترات قياس درجة الحرارة. العنصر الرابع الطريقة الصحيحة لاستخدام ترمومتر قياس درجة الحرارة. العنصر الأول، إيه هو ترمومتر قياس درجة الحرارة؟ من اسمه عبارة عن جهاز يستخدم لقياس درجة حرارة الجسم. عادة بل غالبا بل دائما درجة حرارة الجسم هي مؤشر أساسي للتعرف على طبيعة المرض أو التشخيص الصحيح للمرض. عادة كل الأطباء عشان يحددوا طبيعة الداء أو يشخصوا الداء معنى أدق لازم يتعرفوا عن درجة حرارة الجسم. فالترمومتر ده عبارة عن الأداة أو الآلية اللي بتستخدم للتعرف على درجة حرارة الجسم ودي وظيفته وتعريفه. العنصر الثاني طريقة عمل ترمومتر درجة الحرارة. الحقيقة تختلف طريقة عمل ترمومتر الحرارة من نوع لنوع، يعني حسب النوع بتختلف طريقة العمل. يعني مثلا في الترمومتر الزئبقي أو الترمومتر الزئبقي بيعتمد عمله على مدى تقلص وتمدد المادة الموجودة داخل الترمومتر اللي بتتأثر بالحرارة. الحرارة بتأثر على المادة الموجودة وبالتالي بتأثر على مدى تقلصها أو تمددها، وعادة المادة دي بتبقى الزئبق. طيب طريقة عمل الترمومتر الديجيتال أو الرقمي. بيستند الترمومتر الرقمي أو الديجيتال لقياس الحرارة على مستشعر الحرارة أو حساس الحرارة، هو السنسورز مستشعرات. الحساس الكتروني من خلاله بيتم تحديد درجة الحرارة للجسم. طيب مثلا عندك كمان نوع تاني من انواع ترمومترات الحرارة اللي بتستند او بتعتمد لآلية معينة في عملها. مثلا ترمومتر الحرارة او قياس الحرارة اللي بيستخدم عن طريق الأذن أو بيتعرف على درجة حرارة الجسم عن طريق الأذن. تحط كده الأذن بيعرف درجة حرارة الجسم، ده بيستند إلى تقنية الأشعة الحمراء. كمان عندك برضو نوع الترمومتر الرابع اللي هو بيستخدم الحرارة عن بعد بتوجه ناحية الجبين، وشفنا كتير جدا أثناء جائحة كورونا، ده بيستند برضو لتقنية الأشعة الحمراء. وإن شاء الله تعالى هتكلم عن أشعة تحديدا وتتعاملها وعلاقتها بالأجهزة الطبية في حلقة جاية بإذن الله سبحانه وتعالى. طب العنصر الثالث ومعنى دق العنصر ده بيحل من العنصر الثالث هو أنواع ترمومترات قياس درجة الحرارة. الحقيقة إجمالا هم 4 أنواع. النوع الأول الترمومتر الزئبقي، النوع الثاني الترمومتر الديجيتال أو الرقمي، النوع الثالث ترمومتر قياس الحرارة من خلال الأذن، النوع الرابع الترمومتر قياس الحرارة عن بعد توجه ناحية الجبين زي ما قلنا من شوية، كان منتشر جدا وشفت كتير جدا في أثناء جائحة كورونا. طيب تفصيلا الترمومتر الزئبقي ايه مزاياه وايه عيوبه؟ مزاياه قياساته دقيقة، من ضمن مزايا كمان تاني ممتاز جدا للأطفال اللي بعد 3 سنين، تبقى قياس وخيبة جدا. طب عيوبه انه لا بعض الناس بتجد صعوبة في طريقة قراءته. العيب التاني مسهل الكسر. طيب النوع التاني الترمومتر الديجيتال ايه مزاياه وعيوبه؟ مزاياه انه قياساته دقيقة برضه على فكرة وسريع جدا 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 في قياساته. لكن عيبه اللي هو طبعا بيتأثر بعض العوامل. يعني مثلا لو حد مثلا أكل أو شرب وقسنا درجة الحرارة بعد الأكل والشرب أقل من 15 دقيقة بيجيب نتائج مش دقيقة. فيفضل في أثناء أو في حالة استخدام ترمومتر قياس الحرارة الديجيتال أو الرقمي ما استخدمهوش بعد الأكل مباشرة، على الأقل بعد الأكل بربع ساعة. النوع الثالث ترمومتر قياس درجة الحرارة من خلال الأذن، ده بصراحة من ضمن مزاياه كويس خالص بالنسبة للأطفال. طفل صغير مش عارف ايه درجة الحرارة عن طريق استخدم مثلا الترمومتر عن طريق بقه وكده، فبيبقى صعب عليا الطفل صغير وكده. في الحالة دي بوجهه ناحية الأذن بيبقى الموضوع أسهل بكتير جدا. طب ايه عيوبه؟
بيتأثر لو في شمع في الأذن بتبقى قياسه غير دقيقة حقيقة يعني. كمان من ضمن عيوبه في حالة الأطفال اللي أقل من 6 شهور لا يفضل قياس الحرارة الجسم من خلاله. طيب النوع الرابع ترمومتر قياس الحرارة عن بعد أو بيتوجه ناحية الجبين. ده من ضمن مزاياه إن هو طبعا مش هضطر بقى أقرب من الجسم أو من البق أو من الودان أو من الجلد، حتى عن بعد بيقيس الحرارة من ضمن مزاياه. وكمان يعني منجز بينجز. بس عيوبه اللي هو طبعا مش كل الناس بتعرف تستخدمه صح. تمام. كمان بتأثر بعض العوامل الخارجية. طب إجمالا وتفصيلا أنواع ترمومترات قياس درجة الحرارة. ندخل بقى العنصر الرابع وفي غاية الأهمية وهو عنصر الحقيقة. إزاي أستخدم ترمومتر قياس درجة الحرارة بشكل صحيح؟ عشان أقيس درجة الحرارة بشكل صحيح لازم أستند مجموعة من المعايير. رقم 1 يفضل غسل الإيد قبل الاستخدام بالماء والصابون، ماء وصابون أو أي مطهر. المعيار الثاني أو العنصر الثاني اللي أنا طبعا في حال استخدام طبعا الأماكن اللي بيتم تعرف على الجسم من خلالها الترمومتر، سواء كان تحت اللسان الفم أو عن طريق الأذن أو عن بعد الجبين أو عن طريق حتى فتحة الشرج. طيب في حالة قياس الحرارة من خلال البق أو الفم، طبعا بحط الترمومتر تحت اللسان وبقفل شفايفي عليه، مش أسناني، شفايفي عليه، وبسيبه بمعدل 5 دقائق في حالة الترمومتر الزئبقي. لكن في حالة الترمومتر الإلكتروني عادة بيصدر صوت، أول ما بيقيس خلاص بيصدر صوت، ممكن بعد 2 3 بيصدر صوت كده معنى خلاص خلص تم القياس. طيب المعيار الثالث لطريقة الاستخدام الصحيحة، يفضل عدم قياس درجة الحرارة بعد الأكل مباشرة. يعني يفضل بعد الأكل أقل ربع ساعة عشان تبقى القياسات دقيقة. تحديدا بشكل خاص في حالة استخدام الترمومتر الديجيتال، الموضوع ده بيتأثر جدا. لو مثلا استخدمت الترمومتر الديجيتال بعد الأكل مباشرة تبقى القياسات مش دقيقة خالص، فيفضل استخدامه بعد الأكل أقل حاجة بربع ساعة. طيب بعد كده طبعا بسجل النتيجة، وطبعا بغسل ايديا بالماء والصابون بعد الاستخدام. واخر حاجه طبعا مهمه جدا جدا، بعد ما استخدم الترمومتر يفضل ان انا اعقم. ده باختصار كافه الجوانب المتعلقه بترمومترات قياس درجه الحراره. وللعلم برضو كان قلت الكلام ده في بدايه الكلام ان بيتم استخدام قياس حراره الجسم سواء كان الانسان او الحيوان اعزكم الله. طيب اي حد محتاج اي معلومه لطريقة استخدام الترمومتر أو طريقة الاختيار المثلى وأي نوع بالظبط أختاره وأي نوع داخل النوع، يعني مثلا الترمومترات في أنواع كتير جدا منها. ترمومتر مثلا الحرارة الإلكتروني في برضه أنواع كتير جدا منها. بس أنا بفضل طبعا في حالة الترمومتر قياس الحرارة الديجيتال أو الرقمي جرانزيا بصراحة رهيب جدا جدا، خطير جدا بصراحة. فعشان برضو ما ننساش اي حد محتاج اي معلومه فيما يتعلق بالترمومترات قياس درجه الحراره بالسواء الجهاز الصح وازاي استخدمه وكافه التفاصيل الخاصه بيه، هيلاقيني دايما موجود. والاستشاره اللي هقدمها له استشاره مجانيه. وللعلم برضو انا كده مش بتفضل على اي حد محتاج معلومه زي كده، هو اللي بيتفضل عليا لانه بيديني اجر من الله سبحانه وتعالى، وده يفوق اي فضل. فباذن الله سبحانه وتعالى اي حد محتاج اي معلومه فيما يتعلق بهذا الموضوع او غيره من الاجهزه الطبيه هيلاقيني موجود باذن الله سبحانه وتعالى، سواء في الفرع الاول لشركتنا او الفرع الثاني. انا عاده ببقى موجود في الفرع الاولاني، ببقى موجود دايما بالليل، غالبا ببقى موجود في الفرع الثاني بالنهار. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.